حقيقة النجف، كربلاء، بغداد سأرى غدا. وصلت متأخر اليوم. وجدت المحبة، وجدت يعني تسامح وقبول للسنة بطريقة غريبة، حتى أني لما أقول سنية تكون هي مفاجأة، يتفاجؤون، لا أخفي، يتفاجؤون في البداية، ولكن مباشرة يبتسمون يقولون ولو عادي، بالعكس نحن نقبل الكل، وهذا يسعدنا أن تكوني بيننا ونخدمك، يلا في الغداء العشاء. إلى اليوم الحقيقة لم أدفع مليم من جيبي للآن. شكرا لكل من يعني حقيقة، حتى أنني أخجل أحيانا من الحفاوة ومن هذه المحبة ومن هذا الكرم الذي رأيته في أهل العراق. شيء فوق من رائع. شكرا 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 لكل من التقاني حتى ببسمة، تلك الوجوه التي تنظر النظرة الأولى ثم تعيد الثانية لتتأكد ثم تأتي البسمة وراءها. شكرا حقيقة لكل من أدى لي كثير وقليل. أريد أن أشكر الشيخ أحمد سلمان، أن أشكر زوجته الفاضلة، لكن على مدى اليوم رأيت شعب محب، شعب طيب، شعب جميل. رأيت خير، رأيت كرم، رأيت صلاة مثل صلاتنا، وأؤكد وأسطر على هذا بالأحمر 1000 مرة. رأيتم فقط يمكن الأشياء لما أرى شخص يصلي أمامي، الفرق الذي رأيته هو أنه الركوع عندهم أسرع من الرفع من الركوع أسرع منا، لأنه ما عندهم كلام يقال كثير في الركوع، وعندهم يرفعون في القنوت. نحن عندنا القنوت أيضا في الفجر، وعندهم لما يكملون التكبيرات التي نقوم بها في العيد، الله أكبر الله أكبر الله، هذه هكذا هم يقومون بها في آخر كل صلاة، لكن الصلاة مثل صلاتنا كما هي. أعجبني شيء الحقيقة جميل أنا رأيته، وأنه كل المكان يكون مفروش بالزرابي، والحذية تبقى في الخارج. ولما تدخل يعني شيء اليوم في مركز القرآن الكريم بالعتبة الحسينية، من الباب الخارجي طوابق كلها، الأسانسير، الدرج، القاعات، كل شيء. يعني أحيي كل من يشرف أو هو في العتبة الحسينية حقيقة، لأنه عمل جبار 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 ما رأيت اليوم. يعني بين الفجأة والمفاجأة والاستمتاع برؤية كل هذا العمل وهذه الخدمة للقرآن الكريم. إن شاء الله يا رب يكون عندنا عمل بإذن الله معا في فترة قريبة جدا جدا جدا. أتكلم كثيرا، كلموني أنتم أو اليوم لو نحن لا نقف معا ولا نمد أيدينا إلى أيدي بعض، ولو رسمت الحدود، رسمت حقيقة بالمطارات وبالحدود على البر، نحن الذين نخلق الوحدة بقلوبنا معا. هذه هي رسالتي من أول يوم، من سنوات، وليس فقط من حيث نلتقي. لعل حيث نلتقي كانت البوابة التي فتحت ما في قلبي إليكم جميعا. وأشكر الشيخ أحمد سلمان مرة أخرى، وأشكر الشيخ كريم شنيبة. نحن، أنا وأنت وأنت، من تشاهدني ومن يشاهدني، وهذا وذاك، وكل الذين يجلسون هنا اليوم، نحن الذين سنغير هذا، ولكن سنغيره أول شيء قلبيا. فلما نرفع الحجاب، لا أحد يطلبك للتشيع، ولا أحد يطلبك للتسنن، ولا أحد يطلبك لأن تغير ما أنت عليه أو تغير ما تريد أن تكون عليه. فقط دع الخلق للخالق. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتوكل بقلبك وقل وحدتنا هي قوتنا.